لكم اليوم باكيت بلا موسوطه وما نديكيش بحشوه سهله بزاف بنينه لرمضان. تبعوا معايا وبسم الله نبداو. في جفنه حطوا 2 كؤوس تاع الفرينه ممسوحين للكاس الواحد 150 غرام، غربلوهم مع ملعقه صغيره تاع الملح، 125 غرام تاع لا مارغارين وزوج ملاعق كبار تاع الزيت. بسوهم مليح ما بين يديكم كيما راكم تشوفوا، ودخلوا هذيك الزبده في الفرينه كامل. ضيفوا لها حبه تاع البيض، زوج ملاعق كبار تاع الماء يكون بارد، ولموها غير باطراف الاصابع بلا ما تعجنوها. بعد ما تلم لكم ديروا لها هاد الطريقه 3 مرات بلا ما تعجنوها، ولموها. خلوا العجينه تريح ساعه على الاقل في الثلاجه. بعد ما تريح شكلهم في ليمول تاعكم، اتقبوهم وليمول تاع ليكيش راح نطيبهم مع الحشو تاعهم. حطوهم في كونجيلاتور 4 ساعات قبل ما يدخلوا يطيبوا، وشعلوا لهم غير من تحت على 250 درجه. للحشو تاع ليكيش استعملت الثوم من عند سيدي احمد، تونه كامله بزيت دوار الشمس. كنت حطيت معاهم بصله كراميليزي، زيتون مقطع، معدنوس مقطع، حبه تاع البيض والفرomاج واش كان عندكم، مع شويه تاع لا كريم فريش وشويه تاع شيدار من الفوق باش تتحمر. كيما شفتوا ليمول تاع ليكيش ما تقبتهمش باش نحط فيهم الحشو، وطيابهم شعلوا لهم غير من. بالنسبه لا موسوطون طلعوا كاس تاع لا كريم فريش 35% ماده دسمه، الفرماج واش عندكم، والطون انا هنا استعملت تاع سيدي احمد، وحده بالزيت وحده بصلصه الطماطم. زاد في الشكل والبنه ما نحكي لكم. بعد ما يطيبوا لي باكيات تاعكم ويبردوا ديروا لهم لا موسوطون كيما كنت قلت لكم، ما ياخذوش وقت كبير كيما ليكيش. وكيما دائما نقول لكم الديكور يقعد لكم. وهذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله